سافرت ورحت للمكان اللي موجود فيه جاس، طقيت باب البيت. قسما عظما واللي خلق الكون 7 أيام اني ما اكذب على اي كلمه قاعد اقول، واني عندي فيديوهات وسجلت فيديوهات، ولكن راح تفهمون بنهايه القصه ليش هالفيديوهات هذه ما اقدر اعرضها. المهم وصلت لعند باب البيت، طقيت الباب، دق دق دق. ما شاء الله جاسم يعني باين من العائلات اللي العريقه، ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني الرجال مقتدر، يعني ما شاء الله تبارك الرحمن. يعني يا ليتني رافع قضيه. انا مو حق قضايا، انا مو حق قضايا، انا حق شنو الموضوع اللي راح اقول لكم اياه الان. هو ما كان جاسم اللي فتح الباب، دخلت قلطت عند مجلس. اي نعم، عندهم مجلس، عندهم ديوانيه، ايش تقولون عنها في كل دوله؟ مجلس ديوانيه، مكان اللي يجلسون فيه الرجاجيل يا جماعه الخير. دخلت داخل، كان في رجال قاعد اسولف معه، انا ماني عارف هذا منه وهو مو عارفني انا منه. تمام، انا جيت قلط، دخلت داخل، قلطوني ما شاء الله عليهم، مرحبين وكرم وهالكرم ما شاء الله، باين انهم ناس يعني من عائله، طيب من عائله. بس شافني قلت يا حياك الله، دخلني، قاعد يسالني كيف الحال وما ادري شنو، قاعد اشرب القهوه وقاعد يسولف معاي، انت من وما ادري شنو. قلت له انا صانع محتوى في اليوتيوب، اسمه ابو فلا. قال لي نعم والله اني شبهت فيكم، شفت عيالي يتابعونك كثير، انت كذا ما ادري شنو. الزبده طلع الرجل هذا منو؟ طلع الرجل هذا ابو جاسم. وصلنا عند العود، وصلنا عند الكبير الله يحفظه ويطول بعمره. اي والله وصلنا عند العود الكبير ابو جاسم. ومنو قاعد؟ انا وابو جاسم، ومعاي الرجال، هذا الرجال هو صاحبي، قاعد يصور معه الكاميرات وكل الاغراض. سالني ابو جاسم يقول الكاميرات هذه علشان شنو؟ شرحت له قصه كامله من الالف للياء. قلت له ابو جاسم اسمعني، قبل لا يدخل الولد قلت له اسمعني، القصه كيت وكيت وكيت، ووريته التعليق، وريته السبه. قلت له يا ابو جاسم ابيك تتعاون معي بكل بساطه، واذا انت ما ودك تتعاون معي وضح لي الامور الان، وما عندي اي مشكله، مثل ما كرمتوني ودخلتوني البيت لا في وجهي، وبطلع والله ما اقول الا كل خير عنكم، والله يعطيكم العافيه على كرمكم. ابيك تتعاون معي على ان شنو؟ ودي اعرف منو صاحب التعليق هذا. الحقيقه والسبب والنيه في الموضوع هو درس 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 ثم درس يا ابو جاسم. والله يعطيه العافيه ابو جاسم، تعاون معاي وفهمني، والله اني اضرب لك تحيه يا ابو جاسم، اقسم بالله. وهذا الدليل كيف ان الناس فيها خير وبركه، وتعاون معاي لانه عارف الغايه هو درس، وهو ايضا عنده فضول يبي يعرف منو كتب التعليق، اي واحد من ابنائه اللي كتب التعليق، ومعصب وعارف اني انا جاي لاني رافع قضيه ولا اني مسوي اي شيء، انا جاي ومتكلف وجاي بس عشان اوصل شنو؟ درس فقط لا غير لهذا الولد. يعني الكاميرات اللي معاي والتصوير اللي قاعد اصوره ابصنع محتوى، قلت له اياها بصريح اللسان، قلت له بصنع محتوى على الموضوع عشان ياخذ الدرس، واذا انت رافض ما عندي اي مشكله، بس الدرس لازم يوصله امام الكاميرا او بدون الكاميرا. ابو جاسم قال لي عيالي كلهم موجودين، هم عباره عن ولدين فقط لا غير، بدخل لك الولد الاول والثاني ونشوف اي واحد صاحب التغريده هذه. وقال لي غالبا هو الولد الاكبر. قلت له بسم الله توكلنا على الله. دخل الولد الاول يتراوح عمره 15 14 سنه، ولد طيب وعسل، باين عليه انه ماله بامور السب والشتم، باين عليه